هو في فرق ما بين طالب بيدح وطالب بيذاكر عادي؟ في فرق، والفرق ده زي السما وزي الارض. وتعالى كده اقولك ايه هو الفرق ما بين الطالب اللي بيذاكر عادي والطالب الدحيح اللي هو بيدح بقى. يلا بينا نعرف ايه هو الفرق. الفرق ما بين اي طالب بيذاكر عادي وطالب بيدح هو ان الطالب اللي بيدح لما بيجي يدح اي معلومة بيدح المعلومة دي حرفيا كده، بيفصفص المعلومة، ما بيسيبش اي حاجة في المعلومة هو مش حافظها او هو مش فاهمها. لازم يفهم المعلومة جميع جوانبها ومن كل حتة. يعني هو ما بيسيبش اي حاجة في المعلومة دي هو مش فاهمها، او لو هو لا قدر الله مش فاهم المعلومة فبيبدأ ان هو يدور ويبحث من هنا ويتنطط من هنا ويتشقلب من هنا بقى في منصات اليوتيوب ومنصات التعليمية ويجيب بقى ليه الشرح بتاع المعلومة دي ويفهم المعلومة. يعني هو ما بيسيبش حاجة ما فاهمهاش، بيدح المعلومة بمعنى ان هو بيفصفص المعلومة. مش زي اي طالب عادي بيسيب المعلومة كده خلاص، طالما هو مش فاهمها خلاص بيسيبها ويقول انا ادخل على المعلومة اللي بعديها، مش لازم بقى المعلومة دي. ده الفرق ما بين الطالب اللي بيدح والطالب اللي بيذاكر عادي. الطالب اللي بيدح ده لو انت سألته في المعلومة بأي طريقة بأي صيغة سؤال بيجاوبك بكل سهولة. طب ليه؟ عشان هو بيشرح المعلومة لنفسه، يعني هو كده بيخترع أسئلة لنفسه وبيبدأ ان هو يجاوب عليها برضو بنفسه لما بيذاكر. فده الفرق ما بين الطالب العادي والطالب اللي هو بيدح المعلومة، ان هو بيخترع أسئلة وبيبتكر أسئلة، والأسئلة دي بتكون إجابتها عنده في المنهج، فهو بس بيبتكر الأسئلة عشان لو واجهته أي سؤال بيبدأ ان هو يحل السؤال بكل سهولة ويبقى عارف السؤال رايح فين وجاي منين وايه الفكرة اللي في السؤال او بتدور على السؤال ده. تمام؟ فده الفرق ما بين الطالب العادي والطالب اللي بيدح. في فرق كمان ما بين الطالب العادي والطالب اللي بيدح، ان الطالب اللي بيدح ما بيسيبش الحاجة تتراكم عليه. يعني هو ما بينامش الليل الا لما يخلص الحاجات اللي هو المفروض ينجزها في اليوم بتاعه. يعني هو بيعصر نفسه عصر لدرجة ان هو تلاقيه قاعد على الكتاب كده عايز يخلص الحاجة اللي هو كاتبها ومخطط ان هو لازم يخلصها في اليوم ده، لازم 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 يخلصها في اليوم ده، وفعلا بيخلصها. يعني هو عنده اصرار وعنده عزيمة للهدف اللي هو عايز يوصله، بيبقى حاطط هدفه وبيبقى حاطط كل الخطط المستقبلية بتاعته قدامه، لدرجة ان هو كل ما بيعمل حاجة بينجزها بيفكر في الهدف بتاعه ان هو كده قرب عليه. فهو بكده دي حاجة مميزة بتميزه ما بين الطالب العادي وما بين الطالب الدحيح. الطالب الدحيح ما بيسيبش حاجة تتراكم عليه، لازم 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 ينجز كل حاجة عليه في نفس اليوم. الفرق اللي بعد كده وهو ان الطالب اللي بيدح لو جه بيحل في الاسئله ووقف معاه سؤال بيبدا ان هو يدور على السؤال ده، ما بيسيبش السؤال كده ويقول لا ده انا السؤال وقف معايا ويقفل الكتاب وخلاص خلص على كده والموضوع واتعكنن ومعرفش ايه والكلام الفاضي ده. لا، هو بيبدا ان هو يدور على المعلومه في كل المنصات بتاعه التواصل او بتاعه المدرسين او بتاعه اليوتيوب او ايا كان اللي بيدور فيه، او بيسال جوجل. المهم ان هو في الاخر لازم 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 يطلع بالاجابه بتاعت السؤال ده، ما بيسيبش السؤال كده وخلاص، لازم يتنطط ويتشقلب لغايه ما يجيب اجابه السؤال او السؤال ده هيتحل ازاي لو هو حاول فيه وما عرفش، فبيبدا ان هو يعمل الحاجات دي. تمام؟ فده فرق برضو ما بين الطالب العادي والطالب اللي بيدح. فطبعا طبعا طبعا الطالب اللي بيدح عنده اصرار وعزيمه اكتر من الطالب العادي، بيبقى عنده هدف قدامه حاطه على طول، بيبقى شايفه كده معلقه قدامه، شايف ان هو كل ما هيعمل حاجه او هينجز حاجه او هيذاكر حاجه او هيحل حاجه شايف ان دي حاجه بتساعده على ان هو كل ما يعملها هيقرب لحلمه اكتر ولهدفه اكتر، فده بيساعده على ان هو يكمل في طريقه ويفضل عنده اصرار وعزيمه بالطريقه دي. لكن الطالب العادي زي ما قلنا لو جه اي سؤال كده عكنن ومعرفش يحله فبيسيبه ويقول لا خلاص ويقفل الكتاب وما بيقدرش يذاكر تاني وبيكتئب وبيزهق ومعرفش ايه الكلام ده. فده كان حاجه يعني فرق كبير جدا نميز بيه الطالب الدحيح والطالب العادي. فاحب اقولك لو عايز تبقى طالب دحيح اعمل الكلام ده ونفذه، وصدقني هتبقى طالب دحيح وهتبقى طالب مثالي جدا وكل الناس بتقول عليك دحيح. ده غير كمان ان انت هتوصل للحاجة اللي انت عايزها. وما تنساش بقى لو انت اول مرة تشوفني تنزل تشرفني وتعمل لي سبسكرايب للتشانل بتاعتي ولايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الطلاب. وبس كده.